رحمة لو سمحتي. اي مدام فريال. في معايا ضيف بس كان عايز منك كتاب. كتاب ايه؟ هو حضرتك كتاب عن واحد عايز يصالح مراته ومش عارف يقول لها ايه. وعلى ما اذكر يعني هو كتاب اسمه الوقت فات. لا، الوقت فات ده كتاب وحش قوي على فكره. انا لا عايز اقراه ولا عايز اشوفه ولا عايز اسمع عنه خالص. شوفي لي انت حاجه كده حلوه على ذوقك، يعني مثلا الحب باقي، المسامح كريم، الرحمه حلوه. حلوه قوي والله العظيم، وقمر. على فكره انا مش فاضيه للكلام ده، ورايا شغل. انا اسف جدا يا فندم. حضرتك انا موجود هنا استناك لمده 3 أسابيع مثلا لحد ما حضرتك تفضي، عشان انا والله مستعجل قوي على الكتاب ده ومحتاجه ضروري. الهي يا رب بحق جاي انا بشوف ابنك ده ظابط واطول مني كده. ايه ده بتضحكي؟ ايوه في ايه؟ لا ما ينفعش، انت مخصماني على فكره. يا ابويا على خلاصتك. كده خلاص شكلك مش صلحان. ايوه وتفضل بقى روح على شغلك. شغلي ايه؟ ملعون ابو ولا بلاش، ملعون ابو اي حاجه تعطلني عنك يا قمر، يا غالي، يا نجم الليالي. يا نجم الليالي، انت مالك بقيت بلدي كده؟ وانا مالي؟ يعني كلها حاجات بتيجي في المسجات بتاعت الموبايلات. على فكره الولد اللي قاعد ورا ده بيعاكسني. دي من اللحظات القليله قوي اللي الواحد فيها بيبقى مبسوط انه شغال الشغلانه دي. هو في ايه حضرتك؟ ايه ده؟ نعم. ايه ده؟ مسدس بيسلموه لنا وبيدونا معاه خزنتين رصاص، وكل ما بنضرب رصاصه بناخد حوافز، وانا بيني وبينك مزنوق، عندي اقساط. يعني ايه؟ انت عارف في الجهه اللي انا شغال فيها لو انا اشتبكت مع حد وقتلته محدش يقول لي قتلته ليه، خصوصا ان كل واحد في البلد دي ليه ملف، وممكن جدا اي حاجه في الملف ده تتفسر على انها شبهه او جريمه. يعني اكيد في الاخر هيبقى عندي مبرر. انا ما اسمع بس، انا اسمي طارق غلاب، الست دي تبقى مراتي. اهلا وسهلا طارق بيه. لو قربت من رحمه او هي مره شافتك عن طريق الغلط على بعد 113 كيلو مثلا، صدقني انا هاخد فيك مكافأة ما خدهاش حد في البلد دي قبل كده. ايوه هي دي الرجاله الصح، بلا دبان ولا قرف. ربنا يخليك ليا.